تعرفي إن الجينات والموروثات الداخلية متحكمة في سعادتك؟ طب عمرك فكرتي إن برضو الظروف الخارجية ممكن تبقى مؤثر جامد جدا ضد سعادتك؟ النهاردة هكلمك عن 4 معوقات للسعادة. أول حاجة منهم هي الجينات والموروثات. حاجات كتيرة قوي وارثينها من أهالينا ممكن تكون متحكمة في سعادتنا. حد عنده مرض، حد عنده عصبية، حد عيان، ده كله احنا ممكن نورثه وده يكون سبب رئيسي من معوقات السعادة. تاني معوق من معوقات السعادة هي الظروف الخارجية، ما بنبقاش واخدين بالنا منها خالص وللأسف هي فعلا بتأثر علينا. الظروف الخارجية ممكن تكون زي: يا ترى أنا هشتغل ولا مش هشتغل؟ طب أنا هتجوز ولا لأ؟ أنا هيجيلي فلوس أصلا ولا لأ؟ طب حد من عيلتي هيعيا؟ طب هفقد حد مهم؟ كل دي ظروف بتأثر على السعادة. تالت حاجة من معوقات السعادة هي بيسموها الهيدونيك تريدميل. الهيدونيك تريدميل بالعربي يعني زي التريدميل اللي بنجري عليه عشان نعمل رياضة، بس هنا وضعه بيكون مختلف لأن أكن حد قصادنا بيكون معلق لنا جزرة، فاحنا طول الوقت بنجري بنجري زي ما بنقول بنجري في ساقية. عايزين نودي الولاد التمارين علشان خاطر ما يقولوش علينا حاجة، عايزين نشتغل، عايزين نشتري، عايزين نجيب وعايزين نروح وعايزين نرجع. كل ده علشان خاطر نفتكر ان في حد طول النهار هيكافئنا على اللي احنا بنعمله، وده معوق رئيسي جدا من معوقات السعادة. واخر حاجة من معوقات السعادة هي ترموستات السعادة، ودي حاجة بيلت ان يعني مبنية جوانا بنتولد بيها. كل ما اعمل حاجة وابقى مبسوطة والسعادة بتاعتنا تعلى تعلى تعلى، اوتوماتيك بعد ما الليفل بيعلى جدا بتاع السعادة بيروح نازل خالص لأوطى حاجة. كان معاكم ضحى هيكل، ماستر كوتش ومعالجة نفسية. سلام.